السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله. كان في قرية في صعيد مصر مشهورة بين المعالجين إنها مقفولة، يعني اللي يدخلها يعمل حسابه، لأن فيها سحرة بيشتغلوا من زمان جدا وبيتوارثوا السحر في العيلة، خصوصا نوع اسمه سحر المراية. الشيخ حامد بيحكي إنه طلب منه يزور بيت في القرية عشان يعالج بنت عندها 16 سنة. كل يوم بتصرخ وتتكلم نفسها وتدخل في غيبوبة وتصحى تقول كلام مرعب زي هو شافني، ما كانش المفروض يشوفني، أنا جاي أخده معايا. أول ما دخل الشيخ البيت شم ريحة غريبة جدا، ريحة تراب متعفن وريحة شعر محروق. وأول ما قعد البنت دخلت في نوبة تشنج وقعدت تضحك بصوت راجل. الشيخ قرأ قرآن والبنت هديت شوية، لكن قال لهم البيت ده مش طبيعي، في باب مفتوح لجسم تاني، ودي مش أول مرة يحصل فيه كده. الجد قعد يحكي وقال إن البيت ده من أيام جد جدهم، وكل اللي كان بيعيش فيه بيموت بطريقة غريبة. واحد اتحرق وواحد اتخنق وواحد لقي مراته بتولع في نفسها قدامه من غير سبب. المفاجأة إن في أوضة في البيت محدش بيقرب منها، مقفولة بالسلاسل. ولما سألهم الشيخ عنها قالوا له دي كانت أوضة الشيخ كمال، آخر واحد عمل طقوس في البيت ده. كمال ده كان جد الجد، وكان ساحر معروف بيحب يستدعى الجن عشان يشوفهم في المراية. وبيقولوا إنه عمل اتفاق مع كيان اسمه زهور، والاتفاق لسه شغال لحد النهاردة. الشيخ قرر يدخل الأوضة دي ومعاه واحد من العيلة، ولقيوا المفاجأة: مراية ضخمة طولها 2 متر متغطية بقماشة سودة وحواليها رموز محفورة في الأرض. أول ما شالوا القماشة البنت اللي كانت ساكنة في البيت بدأت تصرخ في أوضتها وتقول هو خرج، زهور خرج، هياخدكم كلكم. الشيخ بدأ يقرأ آيات الحرق، لكن المراية اتشققت وخرج منها دخان أسود. وقع واحد من اللي كانوا معاه على الأرض واغمى عليه، ولما فاق قال لهم إنه كان في مكان كله صريخ وستات بتعيط، وفي كائن ضخم بلون الفحم قاعد على العرش وقال له مين سمح لك تشوفني؟ أنا لسه ما خدتش حقي. من ساعتها الشيخ ما قدرش ينام غير على وضوء، والبنت اختفت بعدها بأسبوع. لقيوا هدومها مرمية على جنب الترعة وجسمها مش لاقيينه. كل اللي كانوا في البيت ده واحد ورا التاني بدأ يشوفوا خيالات في المرايات، وواحد مات وهو بيحلق دقنه. اتقال انه شاف حاجة جوه المراية وصرخ بعدها وقلبه وقف. القصة حقيقية تحكيها أكتر من عيلة في نفس القرية، واتقال إنها واحدة من أنجح عمليات استدعاء تمت في التاريخ المعاصر في مصر، وده لأن الاتفاق لسه شغال والبيت اتحول لمكان مهجور ممنوع حد يقرب منه. بعد اختفاء البنت القرية كلها دخلت في حالة رعب. الأهالي قالوا إنهم بقى بيسمعوا صراخ بيطلع من البيت كل ليلة من بين الساعة 2 و 3 الفجر، والكل اتفق إن زهور خرج فعلا، وبدأ يدوروا على اللي كشف سره. الشيخ حامد اتحصن وبدأ يقرأ يوميا قبل النوم، لكنه كل يوم كان بيصحى على حلم واحد متكرر. بيشوف نفس المراية، بس المراية دي جواها لأ، وش كيان بشري من غير ملامح، وش أبيض جدا مفيهوش لا عين ولا بق، بس واقف وبيشاور له إنه يقرب. في مرة من المرات وهو نايم حلم إن في صوت بيقول له رجع المراية مكانها قبل ما نرجعها احنا ليك. صحي مرعوب ومسك مصحف وقرأ إنه لازم يخلص من المراية دي بأي شكل، فجاب شيخين تانيين من المعارف ونزلوا سوا البيت المهجور
الساعة 1:30 بالليل. وأول ما فتحوا الباب لقيوا كلب أسود ضخم واقف على أول السلم، عينه حمرا ووشه فيه جرح طويل. الشيخ قال لهم: ده مش كلب، ده واحد من الحراس، ارجعوا ارجعوا ورايا وما تتكلموش. دخلوا الأوضة لقوا المراية اتغطت لوحدها وكأن في حد حاول يخفيها. الشيخ بدأ يقرأ سورة الصفات بصوت عالي جدا، وحصل شيء محدش نسيه لحد النهاردة. المراية بدأت تتحرك، المراية نفسها اتحركت من مكانها وقامت ووقفت على الحيطة التانية، وظهر وش جواها، وش أميرة اللي اختفت. كانت بتبص عليها وهي بتعيط وبتكتب بصبعها كلمة: ما تقربوش. الشيخ وقع على ركبه وقال بصوت عالي: زهور، اقسم بالله العلي العظيم ملك علينا سلطان، وان كنت خرجت فبأمر الله هرجعك تاني. بس قبل ما يكمل المراية اتفتحت من النص زي باب حرفيا، وخرج منها دخان اسود كثيف، وبدأ المكان يهتز والحيطان تتشقق. واحد من الشيوخ التانيين اللي كان معاه اتشل في مكانه، وعيني فضلت مفتوحة لأكتر من 6 ساعات بعد الليلة دي. وكل ما يسألوه بيقول كلمة واحدة: هو شافني. الشيخ حامد فهم ان الموضوع مش بس سحر، دي بوابة مفتوحة، وان زهور مش كيان عادي، ده من نوعيات الكيانات اللي اتكلم عنها القدماء في كتب السحر، خطيرة جدا زي شمس المعارف والعزيف. وفي الليلة الأخيرة قرر يحاول يقفل البوابة تماما. جاب تراب من 7 مقابر وقرأ عليه وخلطه مع ملح، ودخل البيت وحط دايرة حوالين المراية وبدأ يقرأ بصوت مرعب وهو بيرتعش: كلا لأقطعن عهدك ولأطردنك من بين الإنس والجن يا زهور، يا من عقدت عهدك بالباطل، أبطلناك بأمر الله. المراية اتصدعت وكل النور اللي في البيت انطفى مرة واحدة، وصرخة طلعت من المراية خلت الشيخين اللي معاه يهربوا من البيت. الشيخ كمل: ولما اتكسر المراية كل البيت وقع عليه حرفيا، البيت اتهد في لحظة. لقيوا الشيخ حامد بعد تاني يوم في المستشفى مغمى عليه وعينه فيها دموع دم. والبيت ده لحد النهاردة بقى اطلاله وممنوع حد يقرب منه، وكل اللي حاولوا يشيل الركام قالوا انهم بيسمعوا صوت بيهمس من جوه: لسه ما خدتش حقي. نهاية القصة مش مؤكدة لان الشيخ حامد بعد شهرين اختفى، وبيتقال انه ظهر بعدها في قرية تانية وبيحذر الناس من المراية. وبكده تبقى خلص حلقة النهاردة. يا ريت لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولحد معاه قصة وعايز يشارك بيها معانا يبعتها لنا في التعليقات. سلام عليكم.